العائله ديالنا احلى عائله. تخيلوا معايا ما عنديش الوجه باش نوريكم وجهي. غير هاد المره. وصفي المستمعة آخر مرة نغبر 9 شهور 9 شهور ما حطيت فيديو. شهر ينطح شهر. شنو هو السبب؟ والله ما عرفنا السبب اش. ايتما ديستما ازف الله. والسلام عليكم احلى عائله. كنتمنى من قلبي تكونوا بخير 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 ومرتاحين وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. رجعت لكم قولي لي باقي عندك الوجه باش تقولي لنا احلى عائله وداكشي. رجعت لكم فيديو جديد. نبداو من الزيرو. شوفوا ديروا بحال ما عمركم شفتوني وما عمركم عرفتوني. نبداو من الاول. السلام عليكم، انا سميتي وفاء باردوز، عندي 27 عام ان شاء الله. شهر 8 ما بقى والو، غادي نكمل 28 عام. متزوجه ساكنه في مدينه اكادير. كنت كندير يوتيوب واحد العام وحبست عندي 9 شهور وعاوتاني جيت طالبه رغبه منكم تسمحوا لي ونتمنى ما نبقاش نعاود هاد الغبره حيتاش اول مره وتنتمنى انها تكون اخر مره. والله وكيفاش غنعاود لكم ظروفي والله تعذروني فراسكم. اقسم بالله بلا هاد الصديقه داري العيد ما تخيلش قداش فرحانه جايه نصور ونرجع من بعد 9 شهور. مهم نرجعوا من هنا ل9 شهور قبل. اخر فيديو حطيته كنت من اواخر الفيديوهات اللي كنت حطيت، هو فاش كان الافتتاح ديال المحل ديالنا ديال الاسفلكي. من تما بديت هكا زعما هاني راه كاينه في اليوتيوب. راه ما كنت زعما كنخدم بنيه كنحطها شي فيديوهات هكا صافي. مشيت غبرت يسمي وكال ولكن ما غبرتش الصراحه في انستغرام وفي تيك توك. كنحط داكشي مره وكنضل غير يوتيوب هكا ما عمرني ما حطيت. غادي تقولوا لي شنو هو السبب وفا؟ والله انا براسي ما عارفه شنو هو السبب، ولكن عارفه شويه وما عارفه شويه. حسيت براسي عييت من اليوتيوب، حسيت براسي في ديك اللحظه ما بقاش عندي ما يتقال. حسيت براسي بلي ما بقاتش عندي ديك الطاقه الايجابيه اللي كانت عندي قبل. الناس اللي متبعين وعارفين الحمد لله راه انا في اليوتيوب من 2017، راه ماشي البارح ولا البارح. زعما كيف ما كتعرفوني بطاقه ايجابيه كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج زوينين. جات واحد الوقت اللي لقيت راسي ما بقيتش لقيت ما نبارطاجي. شنو واش غنجي نبقى اش نجي نزغرت ما كاين ما يتقال. صافي وانا نرجع اللور قلت وفا صافي استسلمي، حطي السلاح هزي الرايه البيضاء حتى ما بقى عندك ما يتقال. صافي رجعي اللور. دابا راه ما عندي ما يتقال، ولكن توحشتكم بغيت نرجع. توحشت نصور راه عرفتوا. المهم اوف غنقول بزاف ديال الحوايج ولكن يعذروني. عرفتوا 9 شهور وانا ساكته 9 شهور وانا ساكته. المهم قلت لكم يعني فهمتوا كيفاش. ما عرفت جلاني. المهم انا جيت هاد الشيء هو اللي تنعرف قفرها العالم مشى فيها يوتيوب وفا رجعت ويلكم باك. بصراحه عندي بزاف ما يتقال، عندي بزاف ما يتشارك معكم وحق الله العظيم. ولكن ان شاء الله نوعدكم بلي غادي نكون معكم، لانه والله هذا راه الشغف ديالي، راه واحد الحاجه اللي كنديرها بحب قسما بالله العلي العظيم. شفتوا النهار الاول انا بديت يوتيوب. المهم الناس اللي ما تعرفونيش انا نعاود لكم كيفاش قصه قصيره كيفاش حتى بديت اليوتيوب. النهار الاول بديت اليوتيوب ما كان همي لا فلوس لا والو، كان همي اني غير نهضر. علاش؟ لانه فاش كنت كنقرا ديك الساعه في الباك هو فاش كانت عندي الفكره ديال اني نبدا يوتيوب. كنت بديتو في الباك، كنت كنقرا في الباك وانا فيا الهضره بزاف. راه الناس اللي قراو معايا راه تيعرفوني، والناس زعما اللي معاشرين تيعرفوني. راه باقي انا هي انا وفاء الليسي الكوليج الابتدائي ديال داك النهار ديال داك العام باقا وفاء هي وفاء. فيا الهضره بزاف. كنت ديك الساعه كنقلب بزاف، كنقرا بزاف، كنبغي المعلومات، كنبغي الكتوبه، كنرسم، كنت كندير بزاف ديال الحوايج. اون فوا كنتعلم شي حاجه، اون فوا كنقرا شي حاجه، قريت شي معلومه، قريت شي كتاب، وتنجي وتنطبخ ليه مخه ونغد ليه في القسم ولا في الساحه. ولا خصنا غير تتجمعوا، خصوصا في عبد الله بن ياسين كنا كنتجمعوا عند داك الزيتون ونبقاو ندير لهم الحلقه عرفتي شفتوا واش قريتوا واش درتوا ولاو كيقولوا لي كون هي درتي يوتيوب. ديك الساعه الناس اليوتيوب كانوا قلالين الصراحه. ديك الساعه يوتيوب مازال ما كانش بزاف، كانت احسان بن علوش، كانوا زعما ناس هكا اللي معدودين على رؤوس الاصابع.
قالوا لي كيقولوا لي البنات والدراري كيقراو معايا علاش ما ديريش يوتيوب. كنت ديك الساعه كنرسم، كيقول لي بقيت تعلمي لنا الرسم، بقيت تهضري، بقيت تشاركي معاهم هذوك المعلومات اللي كتشاركي معاهم. صافي فقررت قلت علاش لا ما نبداش ندير حتى انا يوتيوب. صافي مشيت عند صافيه ديك الساعه اختي الله يخليها ليا، مشيت قلت لها شوفي راه بغيت ندير يوتيوب. زعما هي في ديك اللحظه هي اللي كانت بغات تعاوني، حيت هي اللي عندها البيسي وهي اللي كتعرف المونتاج وكانت كتقرا داكشي يعني عارفه. صافي قلت لها راه بغيت ندير يوتيوب وداكشي. قالت لي صافي. قلت لها ولكن شوفوا بالشرط راه غادي نبين غير حد هنا. ديك الساعه علاش وحق الله الصراحه كانوا سناني مسندرين، وديك الساعه مازال ما كنتش درت لي باك وكنت كنوجد اني ندير لي باك، كنبقى نبين هنا تندير لي باك. شوفوا زعما راه ما تيقاش في راسي، ولكن انا تيقا في راسي الصراحه. انا جايكم هضره. صافي مشيت عند بابا، ماما قلتها لها لخويا، مشيت عند بابا حتى هو خليته اخر واحد باش نعرف. مشيت عنده قلت ليه شوف بابا راه بغيت ندير يوتيوب وداكشي بغيت نبقى نحط فيديوهات، نبقى نشارك المعلومات وداكشي. هو زعما هما في الدار عارفيني انا كي دايره، يعني حتى في الدار كنبقى نبارطاجي معاهم بزاف المعلومات، يعني عارف بلي الا درت يوتيوب عندي شي حوايج ما نقول. صافي قال لي ماشي مشكل. قال لي شنو فاش بغيتي نعاونك؟ قلت ليه ما بغيت والو، بغيت غير الموافقه ديالك والريح والو، والريح ياتيني غير سير ايسخر ربي غايا داد ريح. صافي قال لي ايسخر ربي. مشيت بديت كنصور. كان عندي ديك الساعه تليفون جي2 سامسونج، بديت كنصور به، كنصيفطهم لاختي في الواتساب. كنصيفطهم لاختي في الواتساب حيت ديك الساعه اختي كانت مزوجه، كنصيفط ليها فيديوهات في الواتساب كانت كتمونطيهم ليا، هي دارت ليا الشين. يعني انا شوف راسكم الى حدود الساعه يعني ما كنعرفش المسائل التقنيه ديال لاشين، كيفاش مثلا ندير الشين وداكشي ما كنعرفش. كانت صافيه مسكينه مكلفه ليا حتى تزوجت وتكلف ليا مروان. والحمد لله اوغوزمون انهم بجوجهم يعني عندهم هما قراو هذا الدومين، فانايا تنعرف غير نهضر ونحط صافي. صافي وبديت الحمد لله ولقيت لاشين واحد الاقبال زوين مع الناس، كنت كنبارطاجي بزاف ديال الحوايج زوينين. صافي وهذا الشيء وعشتوا معايا بزاف ديال اللحظات فاش بديت التجاره الالكترونيه، فاش دخلت لاصال، فاش خديت بيكالا، فاش زعما عشتوا معايا بزاف ديال اللحظات زوينه. وفاش تخطبت عاوتاني، فاش تنوجد للدهاس، فاش تزوجت، فاش مشيت لقبرص، فاش رجعت، يعني عشتوا معايا بزاف ديال التفاصيل في حياتي. صافي نرجع نبداوها منين رجعنا للمغرب. الحمد لله يعني تبدلات بزاف ديال الامور، تبدلوا بزاف ديال الحوايج. ففي شهر واحد ديال العام اللي فات كنا درنا افتتاح ديال المحل ديال اسفلكي اللي هي مارك ديالنا انا وراجلي والعائله طبعا كاملين الحمد لله ديالنا كاملين ديالكم حتى نتوما. في شهر واحد كنا درنا محل اللي افتتاح ديال المحل اللي راه باقي كاين الى يومنا هذا، كاين في صحراء مول. الناس اللي ما عارفينش بلي عندنا محل في صحراء مول انزكان. صحراء مول راه جا حدا السوق 3 حدا البوسطه. عندنا المحل في التروازيام ايطاج سميتو اسفلكي، فيه التصويره ديال هاد الجمال. فيه التصويره ديالي معلقه. الحمد لله عندنا مارك كوسميتيك ديالنا، فيه لي زاكسيسوار، المهم فيه بزاف ديال الحوايج بحال هادشي اللي لابسه انا دابا ذهبي الطسم. طبعا هذا باش يذهب. صافي فيه بزاف ديال الحوايج. فصافي تما صورت لكم الافتتاح، كلشي كان الامور كانت بخير، كنصور لكم هاني راه هذا الصراحه من مورا الافتتاح ديال اسفلكي حسيت براسي بلي ما بقاش عندي ما يتبارطاجا. داتني الخدمه بزاف زعما فوق ما كتخيلوا. داتني الخدمه ولينا صافي، وليت من المحل لهنا الاجتماع دير هادي فعل هادي ترك هادي سير. صافي ما بقاتش عندي الوقت. فاش كنبغي كاع نصور تلقى راسي ما اش غنصور، فهمتوا؟ انا غادا الخدمه جايه صافي ما بقاتش شي حاجه سبيسيال. وعاد كنا خدامين على بروجي اخر اللي تا هو درنا ليه الافتتاح اللي ما بقاش دابا. انا جايكم نهضره صافي يعني تربجات عندي الوقت شويه، تروي دخلت ضيعت ما دخل. صافي ما بقيتش مازال ما غادي نصور. كما قلت لكم اسفل كيدار لي الافتتاح في شهر واحد. في شهر 8 4 5 في شهر 8 كنا درنا عيد ميلادي 4 في شهر 8 5 كنا درنا الافتتاح ديال المحل اللي كان سميتو توب راكتان ديال الفخار اللي كانت كتعني من الارض التركيه. كان زوين، بروجي زوين، خدمنا عليه، حطينا فيه دم جوفنا، حتى هو عطانا دم جوفو، خدمنا عليه خدمه زوينه. كنا كدايرين الفخار ديال الاسفين. نقدر من بعد نحط لكم الافتتاح، نحط لكم غير تشوفوا زعما شنو كان، واخا راه ما بقاش هذاك المحل.
من مورا شي شهوره تسد، والحمد لله الاسباب جميله جدا، حيت بزاف الناس ما عرفوش علاش زعما تسد داكشي. اسباب زوينه، اسباب اللي زوينه ان شاء الله من بعد غادي تعرفوا كلشي. الحمد لله يا ربي، يعني ما كانش شي حاجه خايبه وصافي. من موراها صافي بديت من هنا صافي فهمتوا، تلاهيت وصافي مع امور الدنيا والمشاغل. فهاد الفتره كلها فاش ما كنتش كندير يوتيوب فهاد 9 شهور كامله كنت كنحس براسي ما مستقراش، ماشي ما مستقراش يعني فكريا باش انا نصور، باش حتى دوك لي زاكتيفيتي اللي كنت كندير انايا الرسم ما بقيتش كنديرهم، ما بقيتش تنقرا بزاف، بزاف د الحوايج ما بقيتش كنديرهم. الروتين بدا كيتعاود ليا، الا مشيتش للخدمه كنجي لهنا، حتى الخدمه تخيلوا قسما بالله الا حتى الخدمه كنجلس بالشهرين 3 شهور ما كنمشيش، يا كيف انزكان و 3 شهور شهرين ما كنعتبش المول، ما كنمشيش نطلع على المحل. مروان هو اللي مكلف بالامور اصلا، يعني هو يعني اللي شاد. كنت انا زعما حتى نمشي تنطل تنصور لكم الجريمه، ما بقيت كندير لكم والو صافي. يعني الروتين تخربقات الوقت. من بعد الحمد لله حاليا كنحس بالاستقرار، تنحس باللي كاين ما يتبارطاجا ان شاء الله يا ربي ادعيو معايا. كاين ما نقول لكم، كاين ما نعاود لكم. عندي بزاف ديال الحوايج في حياتي اللي تزادوا ليا في هاد 9 شهور، اللي استقريت فيهم نفسيا، استقريت من بزاف ديال الجواير، ارتحيت، وليت فهمتوا يعني. المهم كاين بزاف ديال الاختلاف. تعرفت على صحابات جداد، ولاو عندي صحاباتي اخرين عزازين عليا على هذوك اللي كنتو كتعرفوا. دابا ان شاء الله نقول لكم يعني بزاف ما بغيتش نبكي. علاش اصلا كنبكي؟ هادشي راه تيفرح. المهم يعني اين حنا المهم بزاف ديال الحوايج زوينين، وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كلشي. وحق الله العظيم ما بقيتش نغبر عليكم، ما بقيتش بين نطلع عليكم، ولكن فاش تشوفوني مثلا غبرت عرفوا بلي راه انا ما عنديش الطاقه باش نصور لكم. مثلا باش نجي ونبقى نوح عليكم ولا وانا مريضه حسك راه حنيح، لا تنبغي نجي نقول لكم شي حوايج اللي هما زوينين، نبارطاجي معكم طاقه ايجابيه، نبارطاجي معكم كيف ما تعرفوني وصافي. هذا ما كان. المهم انا جيت انا رجعت صافي. هادشي اللي كاين. هذا غير فيديو باش نطلع لكم، باش نقول لكم ان شاء الله يا ربي غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج زوينين. ما تنساوش تحطوا لي في لي كومونتير شنو تبغيو نبارطاجي معكم، شنو تبغيو تعرفوا، شنو فهمتوا يعني. اي حاجه بغيتوني نديرها لكم راه غادي نديرها، وحق الله عرفتوا بكل زعما فرح وبصدر رحب وصافي. وكونوا متاكدين باللي هادشي اللي كندير بالله كنديرو عن حب قسما بالله، وتنفرح به انا قبل ما تفرحوا به نتوما وصافي. غير كذا صافي بركه وصافي. هادشي اللي كاين. حاولت كيما قلت لكم نجيكم بطاقه جديده بسيطه جديد زعما كاحلى عائله. ما تبانش لكم هنايا حيت دابا كاينه الشمس ما غاديش تبان لكم مكتوبه هنا احلى عائله. فين هي؟ احلى عائله وقريبات لكم وصافي. هذا ما كان. ان شاء الله يا ربي كيما قلت لكم شوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه بزاف. الفيديو الجاي صافي ما بقيتش بين تعطل من هنا لنهار عيد الحب، غنبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه بزاف. والسيمانه الجايه نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه بزاف وعاوتاني المهم كلشي زوين ان شاء الله يا ربي. ما كاين غير الجميل في الجميل. ايوا صافي بركه نخليكم هنايا. نتمنى انكم الناس اللي ما دايرينش اشعار يديروا اشعار باش يولي يوصلكم كل جديد. راكم عارفين ديروا ليا جيم باش هكا لاشين تعاود ترجع كيف كانت، تعاود عاوتاني تطلع للناس وداكشي، ونكبروا العائله ديالنا اكثر واكثر. كنبغيكم بزاف. راكم باهره التريح، راكم باهره سنين ميرح. تهلاو في راسكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. وما سخيتش بكم والله عندي بزاف ما يتقال في جعبتي الكثير عندي بزاف ما يتقال، ولكن شوفوا خلينا تاني نقسموا. راه بين نقول تاني كلشي اليوم وبين نجلس ندير تاني وكنقول لكم راه بقى عندي ما يتقال يلا تهلاو في راسكم بزاف.
الله يعاونكم، اللي كيقرا الله يعاونو، اللي خدام الله يسهل عليه، الله يسهل عليكم كاملين، الله يعطيكم منوت في خاطركم يا ربي. نتلاقاو في فيديو جديد على نفس القناه. وفاء بردوز خليتكم فرحت الله. اين الناس راح تشول